ازيكم؟ بعد ما عرفنا المشكلة دلوقتي المفروض نحاول إن احنا نعالجها. طيب هنعالج المشكلة دي ازاي؟ أول حاجة، فك التعلق. فك التعلق هو إنك تبعد عن الشخص أو المشكلة بس بحب، إن احنا ننسحب عقليا وعاطفيا وجسديا من الارتباط غير الصحي بحياة حد تاني ومسؤولياته، ونبعد عن المشاكل اللي مش في إيدينا حلها. بعدنا عن الشخص مبني على فكرة إنه مسؤول عن نفسه، وإن محدش يقدر يحل مشاكله، لأن ببساطة هي ما تخصناش في حاجة، وإننا نفضل شايلين همها ده ملوش أي داعي. بالعكس، نبتدي نهتم بمشاكلنا إحنا وشؤوننا إحنا. لو حد وقع في مشكلة نسيبه يحلها بنفسه من غير ما نتدخل، لأننا لما هنعمل كده ده هيديهم فرصة إنهم يتعلموا المسؤولية ويكبروا وينضجوا بشكل أحسن. كمان لما نواجه مشكلة نعمل اللي علينا، ولو ما عرفناش نحلها نتعايش معاها ونقبل وجودها، ونحاول نعيش بالحلو اللي في حياتنا ونكون ممتنين لده. حاجة مهمة كمان لازم نتعلمها، وهي إننا نعيش هنا ودلوقتي، ونسيب الحياة وأحداثها تحصل، بدل ما نبقى طول الوقت عايزين نتحكم في كل حاجة. لأ، نعيش اليوم بيومه. امتى فك التعلق يكون ضرورة ملحة؟ لما نكون مش قادرين نبطل تفكير أو قلق على حد أو حاجة، لما نكون حاسين إننا لازم نعمل حاجة وما نقدرش نتحمل إننا ما نتدخلش، ساعتها لازم نبعد. تدريب. 1. هل في مشكلة أو شخص في حياتك أنت قلقان بشدة عليه؟ اكتب عن الشخص ده أو المشكلة دي، اكتب قد ما تقدر، وبعد كده ركز مع نفسك، بتفكر في إيه؟ حاسس بإيه دلوقتي؟ 2. طب تخيل لو الشخص ده أو المشكلة دي مش في حياتك، كان إيه في حياتك اختلف عن حياتك دلوقتي؟ كنت هتحس بإيه وتتصرف إزاي؟ حاول تتخيل لمدة دقايق إزاي عايش حياتك وإحساسك وتصرفاتك رغم من عدم وجود حل للمشكلة دي. 2. الاستقلالية. حاول تنهي الأمور اللي ليها علاقة بطفولتك اللي لسه مسببالك جروح مفتوحة. حاول تفهم اللي حصل وازعل على كل خساراتك عشان تقدر تبص لقدام. كفاية بقى بص لورا. حاول تحتضن الطفل الضعيف الخايف اللي جواك. الطفل ده احتمال ما يكونش اختفى بالكامل مهما حاولنا نبان اننا مش ناقصنا حاجة. هديه وطمنه انك تقدر تحميه عشان يبطل قلق وتقدر تعيش في سلام. تدريب. هات صورة ليك وانت صغير، اكتر صورة بتحبها ليك، وحطها خلفية لموبايلك لمدة أسبوعين أو شهر أو زي ما تحب، المهم ما تكونش مدة قصيرة. وكل يوم كلمها بجملة، إن شاء الله جملة واحدة، زي أنا بحبك، ما تخافش، أنا جنبك، أنا هحميك. ده تمرين عشان تطلع الطفل الداخلي اللي جواك للنور، وتساعده وتحلله مشاكله بدل ما تنكرها وتتعبك في صور مختلفة. بطل تدور على السعادة في الآخرين، وده لأن مصدر السعادة الحقيقي جوانا. حاول تخلي نفسك مركز الاهتمام شوية. افتكر دايما إنك مش محتاج موافقة حد، انت محتاج إن انت بس توافق. حاول تنمي المصادر اللي جواك اللي بتحسسك بالأمان العاطفي، وهي علاقتك بنفسك واللي منها كلامك معاها. حاول تراقب طريقة كلامك مع نفسك. اتعلم تعتمد على نفسك. يمكن ما يكونش في حد جنبك لكن انت موجود. ابدأ انك تكون جنب نفسك. بطل تبعدها عن اللي بتحبه ونفسها فيه واللي حساه. ثق أكتر في مشاعرك وحكمك على الأمور. اتعلم تثق في مشاعرك وحواسك وتسمع لهم. الإيمان مصدر كبير وداعم بقوة للإحساس بالأمان العاطفي. إحساسك إن في إله كبير وعظيم بيحميك وسمعك دايما لازم يكون مصدر للطمأنينة عندك. 3. التواصل. إنك تتكلم بانفتاح ووضوح مش حاجة صعبة، بالعكس عادي. من حقك تتكلم عن مشاكلك، ومن حقك إنك تقول لأ على أي حاجة مش مناسبة ليك. اتكلم لما يكون عندك حاجة تقولها واقصد اللي بتقوله، لكن لو مش عارف بتقول إيه من الأفضل إنك تسكت وتفكر أنت فعلا عاوز إيه. لو مش عارف قول مش عارف،
خليك محدد. اتكلم عن مشاكلك وشاركها مع الأشخاص المقربين ليك اللي بتثق فيهم. معاهم هتحس بالأمان وإنك تقدر تعبر عن مشاعرك بحرية. اتعلم تقول كلمة أنا حاسس، واسمع الآخرين وحس بمشاعرهم، وتعلم تفصل بين إنك تسمع فضفضتهم وإنك ملزم تلاقي لهم حل لمشاكلهم. اتكلم عن احتياجاتك. اتعلم تقول كلمة أنا محتاج كذا، أنا عايز كذا. مش عيب، بالعكس ده حقك. ممكن تحمي حدودك وتحمي نفسك من غير ما تكون عدواني. يعني ممكن تقول ده آخري، دي حدودي، ما أقدرش أعمل أكتر من كده. ممكن تكون متعاطف مع اللي قدامك من غير ما تنقذه. ممكن تقول أنا آسف إن عندك مشكلة، أو أنت محتاج مني حاجة. حاول تتقبل إنك مسموع، دي حاجة كويسة جدا. حاول تاخد بالك من مسؤوليتك عن كلماتك، خليها دايما بتعكس ثقة بالنفس مرتفعة. خليك أمين وصريح ومنفتح. خليك لطيف ومحب لما الأمر يسمح بكده، وخليك برضو حازم لما الموضوع يتطلب حزم. 4. الحدود الشخصية، زي إنك تقول لنفسك دي حياتي وأنا مش هسمح لأي حد إنه يأذيني لفظيا أو جسديا. أنا مش هساعد حد يكذب، الكذب يعدي لو عندي علم بيه. أنا مش هنقذ حد من إنه يتحمل نتائج أفعاله الغلط. أنا مش هدي فلوس لحد يعمل بيها حاجة أنا مش موافق عليها. أنا مش هكدب عشان أحمي حد. أي حاجة بتعملها غصب عنك وقفها فورا وما تسمحش بيها أبدا. إمتى نلجأ لمتخصص؟ لو مكتئب وعندك أفكار انتحارية، لو أنت أو أنتي ضحية عنف جسدي أو جنسي، عندك مشكلة مع الإدمان، حاسس إنك مزنوق في حتة مش عارف تطلع منها، أي سبب أنت شايف إنك بسببه محتاج حد يساعدك. وفي النهاية أهم عنصرين بيكونوا العلاج هما الوعي والتقبل. ولو عجبكم كل اللي فات استنونا الحلقة الجاية.